المشكلة يا روجينا إحنا كريستيان، مفيش مفر، والمفر بيكون تمنه غالي قوي. يمكن لو واحدة من إخواتنا المسلمات بتقدر تطلع وبيكون الموضوع برضو صعب عليها. إحنا عندنا أصلا مفيش طلاق، والموضوع أساسا شبه مستحيل، والأهل بترفض والكنيسة وكل معارفك واللي حواليكي هيقولوا كلام يسم البدن. يعني تبقى عايشة المرار معاه، وكمان مع اللي حواليكي عذاب بره وجوه. وللأسف فرضنا عرفنا نخلص من الهم ده بعد الانفصال. المجتمع مش بيسيب الست في حالها، حاجة تقرف. قبل أي كلام أنا حاسة بيكي جدا بجد، مش كلام وخلاص. متفهمة الوضع وصعوبته جدا جدا، بس مش الكريستيان بس اللي بيعانوا، مسلمات كتير ينفع الطلاق عندهم عادي، بس لا بيقدروا عليه ولا بيتمنوه، عشان النظرة المجتمعية والكلام اللي يسم البدن اللي بتتكلمي عنهم، أو عشان مفيش مصدر دخل تاني أو حد تروح له أو تلجأ له. الفكرة اللي عايزة أوصلها لك إنك مش لوحدك، لا كحالة ولا كديانة. فهيبقى الحل الوحيد في النجاة النفسية، ودي بتبدأ من جواكي حتى لو الأبواب بره لسه مقفولة. أول خطوة في التعافي هي إنك ترفضي الاستسلام النفسي للوجع ده، وتبدأي تحمي صحتك النفسية وصحة ولادك بالوعي والحدود النفسية. اتعلمي عنهم كتير وطبقيهم في حياتك، أكيد ده هيفرق كتير كتير جدا في نفسيتك. انتي غالية جدا، وجعك مسموع ومتقدر، لازم انتي كمان تقدري نفسك. ربنا معاكي.